مليون متقاعد غير عراقي، أعيدها، مليون متقاعد غير عراقي يستلمون الرواتب. من وكيف وأين؟ خلونا نستمع الإجابة الآن. هناك الكثير من اللغط على دائرة التقاعد العراقية. كثير من التسريبات أكدت أن هناك أعداد أكبر من مليون عراقي، مليون متقاعد يتقاضون رواتب من تقاعد بغداد غير عراقيين، ولكن الأكثر يعني أكثر محافظة في دائرة التقاعد مسجلة وناس غير عراقيين يتقاضون رواتب تقاعدية هي محافظة ديالى. والكل سمع تصريحات أحمد الساعدي والتسريبات اللي حصلت، ولدينا أرقام بما بين 900 ألف إلى مليون شخص غير عراقي يتقاضون رواتب من دائرة التقاعد، أغلبهم أو أكثرهم في محافظة ديالى. بعد كل اللي تحدثنا به أكيد الجميع يتساءل ما هو حجم الفساد في التقاعد وسبب الحكم بحق رئيس هيئة التقاعد السابق. يعني الفساد موجود في دائرة التقاعد كباقي الدوائر وكباقي المحافظات، والفساد فيها بنسب عالية جدا، ولكن مسألة حكم السيد أحمد الساعدي هذا يدل على أن ما صرح به صحيح، لأن نرى حيتان الفساد يصولون ويجولون في بغداد وباقي المحافظات ولا أحد يستطيع أن يمسسهم. لماذا فقط أحمد الساعدي أقيل القضاء وحكم بالسجن؟ لأنه صرح بأرقام مخيفة وبنسب فساد عالية، وصرح هو، يعني هذا التصريح الأول الذي صدر من السيد أحمد الساعدي بأن هناك كذا مليون إيراني، وحددهم أنهم جنسيتهم إيرانية يتقاضون رواتب من دائرة التقاعد في بغداد. الآن الفوضى يعني فوضى عارمة، مليارات تريليونات من الدنانير تذهب والحكومة لا تعرف أين تذهب. ويعني الأعداد يعني كما صرح قبل كم سنة السيد حيدر العبادي فقط في هيئة الحديث الشعبي صرح عن 90 ألف فضائي، فما بالك أنت يعني باقي القطاعات وباقي الوزارات. هناك أعداد مخيفة، ولكن العمل بمكيالين، دعني أقول نواب الكتل السياسية الشيعية لا ينظرون إلى فسادهم، دائما يتهمون باقي المحافظات وباقي الكتل بالفساد وباقي دعني أقول حتى الإقليم، ولكن لا يلتفتون إلى محافظاتهم وإلى وزاراتهم. هناك فساد يعني يفوق الخيال، أعداد مخيفة من الفضائيين والمتقاضين الرواتب، متزوجي الرواتب، وكذلك المتقاعدين الغير عراقيين. يعني هذه كارثة، هذا يمتص كل الاقتصاد العراقي. أيضا طرحنا سؤال متوارد وبكثرة: المتقاعد يتعرض للابتزاز مقابل صرف مكافأة نهاية الخدمة رغم أنها أبسط حقوقه، لماذا؟ خلونا نستمع الإجابة. يعني بدون أدنى شك التقاعد هو حق، يعني بعد دعني أقول خدمة قدمها للوطن في دائرته ووظيفته، يجب أن يكافأ وأن لا يتعرض إلى ابتزاز ولا يتعرض. ولكن يعني ما يحصل في العراق في كل المجالات، وليس فقط في مجال أو حصر المسألة في دائرة التقاعد، في كل المجالات الوضع مزري، يعني الابتزاز والفساد والرشاوي وكثير من الأمور. دائرة التقاعد يعني للأسف لأنه نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة صندوق التقاعد يجب أن لا يمس، لأنه هذا فيه قوت ورواتب وناس خدموا عشرات السنين. ارتأت الدولة في الحكومات الماضية إلى